كواليتي اجينست الفيز والبرايسنج كويسه جدا بالنسبه للكومبيتيتورز الموجود في السوق كلها. انا بهاء الدين مجدي HR دايركتور نوفال جروب فور سمول هوم ابلاينسز اند كوك وير مينلي نوفال سينس 1975. الشركه اتاسست على ايد مستر مجدي محمد عفيفي، هو الاونر والتشيرمان. عندنا 3 مصانع جوه مصر ومصنع في تركيا. اول مصنع لينا كان في شبرا الخيمه نوفال مودرن، البرودكت بتاعته كانت الالومنيوم. بعد كده بقى عندنا مصنع في العاشر من رمضان للنون ستيك نوفال مودرن برضو. بعد كده بقى عندنا مجمع مصانع جوه مدينه بدر. عندنا نوفال الكترونكس للسمول هوم ابلاينسز، وعندنا مصانع مجدي محمد عفيفي الستانلس، ومصنع تاني للنون ستيك. او عندنا مصنعين للنون ستيك لان احنا بنستخدم 2 تكنولوجي مختلفه، الفرنش تكنولوجي والايطاليان تكنولوجي. اخر مصنع لينا موجود في تركيا بره مصر، ده للكوك وير. مصانع جوه مصر وبره مصر ده عشان الكونسيومر المصري بيحب الفرايتي فيبقى عنده اللوكال والامبورتد. احنا كان بيقابلنا كذا تشالنج اكتر من حاجه. كان بيقابلنا تشالنج في الاتش ار، وكان بيقابلنا تشالنج تاني في الاوتلت بتاعتنا، وكان بيقابلنا تشالنج ثالثه الكولكشن المناديب بتاعتنا لما كانت بتحصل الفلوس بتاعت فاول. اول حاجه في الاتش ار ان احنا كان عندنا مشكله ان احنا للموظفين البلو كولر ان احنا نقدر نفتح لهم بنك اكاونت. ده كان بيحتاج ان الموظف يفيزت الفرع، وكان بياخد وقت طويل عشان يشوي الديبت كارد بتاعته، فكان بيضيع علينا وعلى الموظف وقت كتير. تاني حاجه ان احنا كنا بنأوتبوت كاش او بنأكسبت الكاش في المصانع عندنا، فده كان بيعمل لود غير طبيعي على اداره الاتش ار وعلى الفاينانس وعلى التريجري، يعني كان بيضيع علينا حوالي يوم كامل، وكان بيتعب كمان معانا الموظف. فوري قدمت لنا سوليوشن عن طريق الكوربريت بورتال ان انا اقدر دلوقتي احول سالري لاي موظف في اي وقت ومن اي مكان. الاول كنت بستنى الوركينج دايز، دلوقتي لا، اقدر احول سالري في اي ويك اند والاكتر من طريقه. الاول انا كنت بحول على الديبت كارد بس، لا دلوقتي فوري قدمت لنا اكتر من سوليوشن ان انا اقدر احول على اليلو كارد او اي اي وولت. في داشبورد اقدر اتراك السالاريز بتاعتنا سمعت ولا لا، الوقت اللي نزلت فيه بالظبط. عندي هيستوري اقدر ارجع لاي شهر فات اعرف لو في مشكله اقدر احلها عن طريق الهيستوري بتاعت الداشبورد دي. فوري قدرت تساعدنا ان احنا نقدر نيشو اليلو كارد في نفس اليوم. الاول ده ما كانش بيحصل، كان بياخد وقت كتير. دلوقتي الموظف بيقدر يستلم اليلو كارد بتاعه في نفس اليوم، واليلو كارد ليه اكتر من بنفيت، ويقدر يستخدم خدمه الميديكال اللي لسه فوري مقدماها جديده. يقدر يستخدم الكارت از ديبت كارد ان هو وانس السالري ترانسفير حصل عليه يقدر يدفع معظم الفواتير عن طريق ماي فوري بزيرو فيز لاي فاتوره بتاعته. ان هو يقدر يسحب المرتب بتاعه من لاكتر من طريقه. يقدر يسحبها من اي ATM على مستوى جمهوريه مصر العربيه، يقدر يسحبها من اي فوري POS، يقدر يسحبها من اي فوري بلس، لان فروع فوري بلس دلوقتي بقت تغطي مناطق كتير جدا، فده سهل له ان هو يقبض السالري بتاعه من اي مكان وفي اي وقت. وكمان فوري قدرت تقدم لنا ماشين POS فوري. احنا الاول كنا في المعارض بتاعتنا في الاوتلت بنأكسبت الكاش بس، فده كان بيعمل مشكله بالنسبه للكلاينت اللي داخل. لا دلوقتي يقدر يدفع عن طريق اي كارت بنكي سواء ديبت او كريدت، ويقدر يقسط عن طريق طرق التقسيط المختلفه سواء شركات التقسيط او ثرو البنك. وده ساعدنا ان احنا نوفر للكلاينتس بتاعتنا طرق مختلفه للدفع، وده ساعد على السيلز بتاعتنا زادت في الفتره الاخيره بسبب ماشين فوري POS. فوري قدرت تساعدنا بدل الفلوس الكولكشن تيم كان بيجمعها بتبقى مركونه او الترانزاكشن اللي بتحصل في فوري POS. فوري دلوقتي ساعدتنا ان احنا نقدر نحط الفلوس دي في حساب فوري سيفنج، ان بدل ما هي كانت ما بتزيدش، لا دلوقتي فوري سيفنج تقدر ان ينزل لك عليها انترست اب تو 22 بير يير وبتسمع بير داي. ثالث حاجه وهي الاهم ان احنا عندنا مناديبنا بتبدا تسافر على مستوى جمهوريه مصر العربيه ان هي تكولكت الفلوس بتاعتنا. فكان بيبقى فيه 2 ريسكس. اول ريسك ان لا قدر الله يحصل للمندوب بتاعنا اي مشكله. ثاني ريسك ان الفلوس تتسرق. دلوقتي فوري حلت لنا الموضوع ده عن طريق حاجتين، ان هو المندوب بتاعنا يقدر عن طريق التاجر يحول لنا الPOS بتاعت فوري على الحساب بتاعنا، او ان هو يقدر ياخد الفلوس ويروح لاقرب فرع فوري بلس وبيحط فيه الفلوس وهي بتسمع برضو اوتوماتيك في حسابنا. اخترنا فوري عشان فوري ماركت ليدر في الكارير بتاعها، عندها سيرفيس الكواليتي بتاعتها كويسه جدا. من اول ما بدانا نتعامل مع فوري التيم بتاعها كله فيري بروفيشنال، من اصغر حد في الشركه لغايه اكبر حد في الشركه. كواليتي اجينست الفيز والبرايسنج كويسه جدا بالنسبه للكومبيتيتورز الموجود في السوق كلها. بشكر فوري عشان قدمت لي حلول كتير وحلت لي مشاكل كتير جدا، وانا مبسوط في التعاقد معاها.